في أوقات كتيرة بنحس إن حياتنا فقدت معناها وإننا تايهين في الدنيا. بس الحقيقة إن ربنا دايما هو الأمل الأول والأخير للنجاة. كل خطوة بتبعد بيها عن طريق الحرام ربنا بينور لك طريق حلال أفضل منه بمليون مرة. مفيش حاجة بتساوي شعور إنك ماشي في طريق يرضي ربك، وأكيد الدعاء بيبقى له قيمة أكبر لما بيكون جزء من توبة حقيقية. التوبة مش مجرد كلام، دي بداية صفحة جديدة مع ربنا، وبعدها ربنا بيصفي ذنوبك بالطريقة اللي ترحمك من عذاب الآخرة. المهم تطمن وتثق في ربنا وسيب الحياة تاخد مجراها، بس بشرط ما تسيبش ولا صلاة بعد كده. من النهاردة امسك ورقة واكتب فيها كل الشر اللي ربنا بعدك عنه وكل الخير اللي قربك ليه، وعلقها قدام عينك. كل ما تحس ان يومك العادي مش مستاهل الحمد اقرا الكلام ده، وهتلاقي نفسك بتعيط من الخشوع في الصلاة. طب انت عارف ان التفكير في التوبة لوحده بيحتسب عند ربنا توبة؟ انت متخيل؟ ربنا بيستنى انك ترجع له في اي وقت، وبيفتح لك باب الرحمة على اخر. بس انت ارجع وافتكر دايما ان اعظم تعويض ممكن ربنا يديهولك هو انه يديك فرصة تانية تبدأ من جديد. طب لو عايز المعجزات في حياتك تعمل ايه؟ جرب تعامل قيام الليل كأنه الفرض السادس، اقسم بالله هتشوف حاجات تغير حياتك، بس انت التزم بيها. واخر حاجة لازم تفتكرها، اذا اردت ان تكلم الله فصلي، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ كتابه. دي مش مجرد نصايح، دي دعوة لحياة مختلفة، حياة مليانة نور وبركة وقرب من ربنا. جربها وهتلاقي ان كل حاجة بتتغير للأحسن ان شاء الله.